مد لاعب الوسط الفرنسي إواردو كامافينغا عقده مع ريال مدريد لمدة عامين إضافيين حتى 2029 بحسب ما أعلن نادي العاصمة الإسبانية في بيان الثلاثاء. ولم يقدم ريال مدريد أرقاماً، لكن كما هو الحال مع التمديد الأخير للبرازيليين رودريغو فينيسيوس جونيور، فإن هذا العقد الجديد سيكون مصحوباً بشرط جزائي بقيمة مليار يورو وفق الصحافة الإسبانية. ويعد هذا القرار دليل ثقة كبيرة من النادي الإسباني في الدولي الفرنسي البالغ من العمر 20 عاماً، والذي انضم إلى ريال مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية عام 2021 قادماً من رين مقابل 30 مليون يورو وهو بعمر 18 عاماً فقط. وخلال موسمين مع ميريندي أصبح كامافينغا جوكر بالنسبة لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أشاد بتعدي مهاراته في مناسبات عدة، حيث لعب أكثر من 100 مباراة في مختلف المسابقات مع النادي الملكي. ولم يترد أنشيلوتي باستخدام كامافينغا كظهير أيسر عند الضرورة، حتى لو أكد الفرنسي أن مركزه المفضل يبقى لاعب ارتكاز في خط الوسط. وفاز وصيف بطل مونديال قطر 2022 مع فرنسا بدوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الكأس السوبر الأوروبية، الدوري الإسباني، كأس إسبانيا والكأس السوبر الإسبانية منذ وصوله إلى ريال مدريد.